واحد شاب مغربي قرر يواجه الموت باش يهرب من الفقر، وبطريقة حتى واحد ما كان يتخيلها. تسلل لمطار محمد الخامس في كازا، وعينيه على هدف واحد: الطيارة اللي غادا لنيويورك. في لحظة غفلة تسلق الروايد ديال الطيارة العملاقة وتخبى في داك الفراغ الضيق. بدات الطيارة كتحرك، البيبان ديال الحديد بداو كيتسدوا عليه، والصداع ديال المحركات كيصم الودنين. على ارتفاع 10,000 متر الحرارة هبطات ل50 تحت الصفر، والأكسجين بدا كيغبر. قلبه بدا كيضرب ببطء، وجسمه دخل في حالة تجمد كامل، وكأنه مات وهو حي. 8 سوايع ديال الجحيم الجليدي فوق المحيط الأطلسي، معجزة طبية كانت كتصنع. وأخيراً الطيارة بدات كتهبط، وتحلوا الخوايط في مطار جون كينيدي في نيويورك. سقط عبد اللطيف في الأرض بحال شي جثة هامدة. العمال تما صحاب ليهم راه فارق الحياة. ولكن المعجزة وقعت، بدا كيتنفس وحل عينيه وسط الذهول ديال الأطباء الأمريكانيين. هرب من الفقر في المغرب باش يلقى راسو بطل أغرب قصة هروب في التاريخ. إرادة الإنسان ما عندهاش حدود، حتى لو كانت المسافة بين الموت والحياة غير رويضة ديال الطيارة.